اخيرا هنبدل ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. اخيرا يا جدعان، اخيرا وبعد سنين طويله هينزل سبورت، او المفروض ان هو مش سبورت، المفروض ان هو كان يبقى يعني دامج ديلر، حد بيعمل دامج، بس هم خلوه يعني في حته السبورت شويه. الشخصيات الجديده اللي هتنزل هي جوتو وسارون، وطبعا سلاح جديد لسه هنتكلم عليه برضو في الفيديو ده. طيب الفكره في جوتو ايه؟ طبعا هو في المانهوا يعني في القصه اصلا الاصليه بيبقى دامج ديلر، يعني هو حد بيعمل دامج، يعني هو مش سبورت في الاساس. بس هو هنا في اللعبه هينزلوه على اساس ان هو كاسر، اللي هو بريكر، والاليمنت بتاعه هيبقى اليمنت الويند. ده كويس بالنسبه لان احنا خلاص، يعني انا عامة من فترة اللي انا كنت بلعب بيها اكتر شخصية ما كنتش بحبها هي وو. يعني يا جدعان انا عارف ان وو حلو، يعني الفكرة كلها ان الهانترز دول عموما ميزتهم في قد ايه هم بيفيدوا اللي معاهم، فاهم؟ او طبعا بيفيدوا سانجن وو. فالفكرة هنا في وو اللي بيضايقني، وو الكت بتاعته بتتعامل كأنه هو هيعمل دامج، كأنه هو دامج ديلر اللي هو دي بي اس، وهي الصراحة هو مش دي بي اس. يعني كل البفات اللي بيعملها وو بتفيده هو شخصيا، يعني بتعلي الدمج بتاعه هو، بس ما بتفيدش الفريق. هتقول لي طب يا علي، ما هو السلاح بتاع وو بيدي دمج للفريق كله، اول تيم ممبرز وين دامج وبتاع. ماشي، بس يعني هفهمك. يعني مثلا لو خدنا هاند سي مثلا، يعني كمثال، الشخصيه دي قويه جدا. كميه السبورت اللي هي بتعمله الفريق من ان هي بتعلي الدمج بالنسبه للناس اللي هتعمل ويند دامج يعني، وبتعلي الاتاك بنسبه 10%، وده رقم مش قليل طبعا. يعني كل ده بيجي لك كل لما انت بتنفست فيها وبتجيب منها كذا نسخه. بس يعني مش هي دي القصه، يعني الفكره بس ان هي كسبورت للويند، يعني الناس اللي هم هتعمل دامج كويند ديلرز هتبقى حلوه جدا. مين بقى الناس دول؟ اماميه مثلا. يعني اماميه يا جدعان الدامج بتاعها كويند يوزر قوي جدا، وفي نفس الوقت بتستفيد من ان اي سبورت معاها يعمل لها بف. فهنا وو لما مثلا نحطه مع اماميه ما بيفتش قوي، يعني ما بيعملش السبورت الرهيب اللي انت منتظره من وو. وفي نفس الوقت الشخصيات بالذات الدي بي اس اللي بتعمل دامج بتحتاج ان يكون معاها سبورت يعني يعلي البف بتاعها. كمثال شاهي مثلا كانت في فترة ما نزلت، يعني حتى ناس كتير كتبت لي على الفيديو اللي فات يا علي شاهي ما بقتش قويه. في فتره شاهي ما كانتش قويه الى ان وصل جو جنهي. يعني الكاركتر دي يا جدعان اول ما نزلت ده فعلا خارق. ليه؟ الناس ما كانتش فاهمه الموضوع ده، وانا برضو من الناس دي كنت فاكر الشخصيه دي ضعيفه جدا. بس الفكره هي قويه ليه؟ عشان رجعت يعني القوه لللايتنج تيم. فلما انزل مع حاجه شاهي مثلا كانت في الاول ممكن ما تعملش الدمج الكافي ان انا اعدي بيها مثلا ورك شوب او اعدي بيها فولكن، فلا دلوقتي شاهي قويه جدا. وطبعا ما تنسوش يا جدعان تعملوا لي سبورت، يعني ده بعد اذنكم، عشان احنا ان شاء الله باذن الله هنوزع الاكواد اللي موجوده هنا. في اكواد كتيره بتجيلنا على السبورت ان احنا من الكرييترز او يعني من صناع المحتوى بتاع سولو ليفلنج. وطبعا انت لو بتتفرج على سولو ليفلنج هتبقى عارف الموضوع ده. انا هسيب اللينك تحت في الديسكريبشن لو عايز ان انت تدعمني وعاجبك المحتوى بتاعي وعايز ان انا اكمل. فدي ابسط حاجه انت ممكن تدعمني بيها، وهي طبعا ببلاش بدون اي مقابل. انت بس بتخش على اللينك وبتدوس سبورت، واول ما بينزل الاكواد اللي ببلاش انا طبعا ببعتها لكل الناس اللي عاملين لي سبورت. بس لما تيجي تلاقي حاجه زي جو جينهيو كده في اللايتنج في السوري الويند، يعني مش هتلاقي الحاجه دي غير وو. يعني وو هو الوحيد اللي في نفس الستايل ده. وطبعا في يعني دونج سو، بس يعني انا طبعا مش هتكلم عن دونج سو. انت لو لسه بتلعب بدونج سو انا ما اعرفش انت بتعمل ايه. يعني دونج سو يا جدعان بمنتهى البساطه ملوش اي لازمه خالص نهائي. كوين سبورت شخصيه ملهاش اي لازمه. حتى ان هو بيشيل الشيلد كانت جيمك، يعني كانت حاجه كده ايه فور فن في الاول، وخلاص يعني عرفنا ان هو ملوش لازمه. يعني حتى الارقام بتاعت الدمج بتاعه يعني هي حلوه يعني كرقم، بس في العادي حتى ما بيعملش دامج. واخر سبورت هي بارك، وطبعا يعني بارك يعني اكيد انا مش هتكلم على ان هي تبقى سبورت، يعني فعشان كده جوتو هيبقى كاركتر كويسه تبدل فعلا وو. طيب ممكن ان هو يبقى دي بي اس زي جوجن، يعني ممكن يبقى بيعمل دي بي اس وفي نفس الوقت بيعمل سبورت، ده على حسب الليكس اللي احنا شفناها. ممكن يبقى الاثنين، حاليا مش موجود، بس اللي معروف ان هو هيبقى
حد بيعمل باف للشخصيات بتاعه الويند، وفي نفس الوقت بيعمل شويه دامج. نيجي بقى على الشخصيه التانية اللي هتيجي، وهي سورين. سورين يا جدعان هتبقى ووتر اليمنت، هي شخصيه بنت هتبقى ووتر اليمنت، وهتبقى الى حد ما تانك. بيفكركم بحد الموضوع ده؟ والله انا حزين على وو يا جدعان، على سيو يعني بجد. الشخصيه دي انا كنت بحبها جدا. بريكر كانت عظيمه، يعني كانت بريكر عظيمه بالنسبه لان احنا دلوقتي البريكرز الموجودين، يعني هي ما بقتش ليها مكان في التيم بتاع الميه. يعني المشكله ان هي ولا بتعمل دامج كبير، ولا بقى البريك بتاعها بريك كبير. يعني هي بص هتلاقي هنا في عندك ويك بريك، ويك بريك، في حاجات بس هي اللي ميديم. فلو حتى سيو كبريكر ما بقتش كويسه. انا قلت في الفيديو اللي فات ان الشخصيات، معظم الشخصيات بتاعت سولو ليفلنج بتفضل لفتره طويله ليها قيمه وليها لازمه. بس سيو يا جدعان فعلا وقعت. سيو وقعت بشكل بشع. كميه الشيلد اللي هي بتديه مقارنه باي حاجه تانية جديده مثلا نزلت، زي مثلا هانسي. فيعني حته حتى الشيلد اللي احنا ممكن كنا بنقول مثلا هناخد منها الشيلد، فما بقاش كويس. فهي عندك ولا بقت كويسه في البريك، ولا بقت كويسه في الشيلدنج، والدمج يعتبر غير متواجد. يعني انت لو بصيت على الرقم، انت شايف دي ارقام السكيلز بتاعتها 900. الدمج يكاد يكون اين الدمج اني لا اراه. فسيو فعلا مكانها، يعني خلاص مكانها ما بقاش هنا. فالسبورت الجديد هيبقى يعتبر هيحل محل سيو، هيبقى ووتر اليمنت، هيبقى تانك، فاهم؟ دبابه بقى. والكلام اللي بيتقال دلوقتي ان هو هيبقى برضو بفر للووتر. فلو انت حابب جو جينهيو، فانا دلوقتي انا بتوقع يا جدعان اهو، والصراحه توقعاتي ما خيبتش كتير. انا بتوقع ان الشخصيتين اللي هتنزل دول هيبقوا نسخ من جو جينهيو، بس للاليمنت بتاعتهم، يعني للاليمنت بتاع الويند ونسخه للاليمنت بتاع الووتر. فالنسختين اللي جايين او الشخصيتين اللي جايين دول هيبقوا فعلا شخصيتين مهمين جدا، يمكن اهم من الدي بي اسات. لان انت عارف ان السبورتات بتعيش فتره زمنيه اكبر من اللي بيعمل ضرر. يعني اي حد بيعمل سبورت، حته ان هو يفضل قاعد معاك في الفريق او تقدر تستخدمه يعني فتره طويله جدا، عن ان هو يبقى معاك مثلا حد بيعمل ضرر وتبص تلاقي بعد باتشين واحد تاني بيعمل ضرر اكتر منه. فالشخصيتين اللي هتنزل دول يا جدعان فعلا هتبقوا شخصيتين اقوياء جدا. نيجي على اخر حاجه المفروض ليك ان هي هتنزل، وهي الدي كي دي، اللي هو نسخه من الديمن كينج داجر. طيب ايه المشكله يا علي؟ يعني الديمن كينج داجر عموما يعني سلاح جامد جدا طبعا. يعني انا ما اقدرش ان انا اقول ان الديمن كينج داجر ده مش سلاح حلو. ده يعني انت عندك الديمن كينج داجر من احسن الاسلحه اللي موجوده حاليا، وانا حطيته في احسن 4 اسلحه موجوده في اللعبه. والفكره كلها، او يعني ليه نسخه مصغره او حاجه زي الدي كي دي، لان يا جدعان عشان تنزل مع الدي كي دي انت بتحط معاه البلم عشان تعمل الداش وتعمل السكيلات عشان تاخد الايه الكريت انكريز بتاع البلم. طيب هل في حاجه زي مثلا الفان اوف فاير والفينيكس؟ يعني السلاحين دول، ده بيقوي النار وده بيعمل حاجه للنار، فالاتنين في سينرجي ما بينهم. الاتجاه اللي جاي قدام في اللعبه ان هم هيحاولوا يعملوا اسلحه يبقى في ما بينهم، يعني عارف اللي هو ايه، حاجه بتعزز حاجه او حاجه بتقوي حاجه. فعشان كده ينزل حاجه زي الدي كي دي تبقى زي للويند، يعني تبقى حاجه للويند تعزز الويند مع بعض. طيب هتقول لي طب ما في حاجات اسلحه عالي بتعزز بعض في الويند؟ اقول لك لا مفيش. يعني لو بصيت انت عندك هنا الجول تيل فوكس بيعزز الديفاين كورتر ستاف، والاتنين مع بعض بيعملوا شغل حلو جدا. يعني من ساعه ما نزل الجولد تيلد فوكس بالذات يا جدعان، السكلايه اللي هي لما انت بتجيب اول نسخه منه ان هو بيعلي اليوزر لايت دامج باي 99، يعني اولموست 100% بيعلي الدامج بتاع اللايتنج. فلما تحط معاه حاجه زي الديفاين كورتر انت كده خلاص، انت كده معاك سلاحين، السلاحين كويسين جدا مع بعض. نفس الفكره في الفان اوف فاير برضو، بتعلي الفاير دامج لما تحط معاها سكيلات فاير وتحط معاها فينيكس اللي هو اصلا سلاح فاير. فالاتنين بيعملوا سينرجي حلوه قوي. بالنسبه للويند احنا ما عندناش الموضوع ده. لو بصيت عندك هتلاقي مثلا ان احنا معانا الديمن كينج لونج سورد، سلاح بيعمل دامج، بيعمل دامج. وحته الكاونتر بتاعته ان هو انت بتاخد شيلد، ولو يعني ظبطت الصده هتنزل على دماغ اللي قدامك وتعمل دامج. ده حقيقي، بس ما بيفتش الديمن كينج داجر في حاجه. يعني الاتنين مش بيقووا بعض. فعشان كده لو نزل سلاح تاني زي الجول تيل فوكس اللي هو حاجه هتبقى ويند، فيبقى كويس جدا مع الديمن كينج، وهيبقوا يعتبر
اتوقع هيبقوا احسن سلاحين موجودين للعبه لو الكونتنت اللي جايه كلها هتبقى ويند. فانا عارف ان هم يعملوا الحركه دي، يعني هم ينزلوا سلاح ويند والكونتنت اللي جايه هيعملوها ويند، فبنسبه كبيره السلاح هيبقى سلاح مميز جدا. طيب هل البلم هيبقى مش سلاح كويس؟ لا يا جدعان، البلم هيفضل سلاح كويس يعني. الديمونيك بلم هيفضل من احسن الاسلحه اللي في اللعبه، يعني ممكن مثلا كمان سنه ولا حاجه. بس هو لحد دلوقتي هو سلاح قوي جدا. وبس كده، لو عجب الفيديو اشترك في القناه ودوس لايك واكتب لي تحت في الكومنت ايه رايك في الاسلحه اللي هتيجي دي. هل فعلا هتغنينا وهتعمل للفريق بتاع الويند اخيرا قاعده كده جماهيريه قويه، ولا لا؟ وهل هنفضل نستخدم وول؟ لان انا بجد انا زهقت من وول. كان معاكم علاوي وشكرا ليكم.